يعني أفتخر بها أني أتعامل مع مدربين شبان، نتعامل ونبقى الاتصال ونتبع ونشوف، وإذا كان فيه شاب ولد الفرقة ماذا بيا نكون أنا أول من يستعمله في الفريق، أو كما نقولوا بالفرنسية لو لونسي دون لو بان. فأظن في هذا الإطار هذا بحكم فيه ظروف جغرافيه، ظروف جغرافيه، فريق على مدينه خليبكه 10 دقائق راك هنا، راك لهيه 15 دقيقه ماكسيموم راك في التيران. يعني احنا اليوم اصبح ابن المدينه، نولي ابن المدينه نقول ان لابد من استغلال هذه كامل الظروف هذه الايجابيه. يعني طفل صغير يقدر ماشي كما مدينه كبيره ساعه باش يمشي للملعب ولا يخافوا عليه والديه. ففي هذا الاطار هذا تكلمت مع الرئيس على مدرسه الشبان، وتكلمنا خاصه السرعه، يعني لو بروجي اللي يكون رابيد، انه الاخوان تاع الطاقم تاعي الفني خاصه المعد البدني اون فا ايتابلير يعني ثاني اون بانك دو دوني، يعني بنك المعلومات للشبان هادو باش كما يقول نولوا نشوفوهم. يعني نقولوا هذا عنده اليوم متر و40، عنده 50 كيلو، عنده السرعه شحال، هذا وقتها نقدروا نشوفوا تقنيا من على 3 سنين ولا من على عامين كيف يكبر. يعني هذه المعلومات هذو تخلينا انه ان شاء الله نستثمروا اكثر في ابناء الفريق. ما تحاسبنيش من على عامين ولا تقول لي، يعني اذا كان طول ربي في العمر تقول لي وين راه البروجي. البروجي ماشي حنا ماذا بينا نخليوه، حنا اون فالي تابلير. حنا هذا البنك المعلوماتي اللي يكون في الفريق من طفل كي يدخل الفرقه مولا 10 سنين ولا 12 سنه الى ما قبل الاكابر. فهذا مشروع ان شاء الله. تكلمت مع الرئيس، والرئيس راهو يعني اعطاني الحريه هذه باش نستثمروا، ولكن بدون شروط اخرى. حنا جينا نخدموا لوسيكا سينيور سيرت وي، ولكن عينينا ثاني على الشبان ان شاء الله. في سؤال ثاني؟